أكلات المراجعة شوفوا شي غريب بس أنا انطلب مني هواية. شنو جدي تاكلين بالمراجعة؟ أكل أكل عادي يعني ما أكل شي ماكو شي اسمه أكل مخصص للمراجعة، بس أشياء أكلها تساعدني مثلا بالذاكرة، مثلا زبيب، جوز، ذولا يفيدون. تقليل الحلويات، لأن الحلويات تسبب كسل وخمول وتخليكم بعد ما تقرون. والباباسي، الكافيين، شاي، قهوة، يعني اشربوا مرة واحدة باليوم، لا تشربون هواية. مكسرات كلش مهمة المكسرات، العلاج خلال فترة الامتحان، بس مو 24 ساعة تعلشون ويضرب عندكم العصب، لا. خلال فترة المراجعات تجيكم أيام أو فترات أنت مالك واس تقرأ، فشو تسوي؟ يجيبوا عليك طبيعي تحبوه أنتوا، أي نكهة تحبوها علشوا بيها، خصوصا خلال المادة الحفظية. مثل بليلة الامتحان هم تعلشون نفس العلاج، يخليكم تعيدون الذاكرة. نفس الشيء بالنسبة للعطور، يخليكم تسترجعون الذاكرة، شيء مثبت علميا. أما باقي الأكل عادي، أكلوا أي شيء، لحوم قللوها، بيض، أشياء صحية. سالفة المعلبات وهاي اتركوها، تراها كلها تأثر على الدماغ. النوم كلش مهم، النوم يساعد بالتركيز. مو 24 ساعة نايمين، بس على الأقل أقل شي 6 ساعات ناموا، 6 ساعات إلى 8، ويخلي عقلكم سليم. خصوصا النوم من 10 بالليل إلى 4 الفجر، إذا تقدرون تنامون بهذا الوقت فهرمونات النوم حتشتغل عندكم، والذاكرة والتركيز. ومن تتعبون لا تروحون على التليفون، لا روحوا خذوا لكم ريست بالنوم. يعني أنا كنت الظهر أنام ساعة ونص، لازم ساعة ونص أنام، تتنشط ذاكرتي. فأنتوا هيجي سووا. بالتوفيق.